ملي كنقول لكم راه البقبوقه مضروره من جهه وصال وعلي، والله ما كذبت عليكم، وبالخصوص من جهه وصال، لانه وصال وقف على شوكه في حلقها. والله القسم. علاش الفيديو ديال البارح ملي مشات عند الام ديالها وفتحت الكوفور وجبدت السخره، ما ما بان لي تما تلفازه مع هي قالت انا ماشيه بالتلفازه يما ياكم. قالك تبع الكذاب حتى نباب الدار، حنا ماشيين خطوه خطوه خطوه. ملي هضرت البارح في الفيديو ديال البارح ما جبتش التلفزيون نهائيا، ما جبتش انا مره التلفازه. قلت من بعد يعني هذاك غير اللقاء وهذه يعني بنادم غير تلاقى مع بعضياتو، هذه فرقت السقاطه مثال جمعات عملتها في الصاك ديالها كي كيساو دانون الدرهم. المهم ما علينا، التلفازه ما بانتش. قلت خلي يمكن الفيديو ديال لا غدا عاد بان، الفيديو ديال اليوم ما بانتش، بان على القرش القرش اللي كاين، التلفازه ما كايناش نهائيا. هنا ملي كنقول لكم راه هي مضروره من جهه وصال، والله ما كنكذب، نيشان الهضره اللي كاينه هي اللي كنقولها، اللي كاين اللي كنشوفو بعيني. لان ما نساوش نهار وصال وعلي قال لك غادي نبدل التلفازه للوالدين، التلفازه شفناها حنايا مبدله، شفناها وراها لنا. اما هذه ما بينات حتى شي حاجه، قالت التلفازه وصافي. انا ملي كنقول لكم السيده كدير كوبي كولي ما كتبناش عليكم، كوبي كولي كلشي اللي دارت وصال نعاودوها حنايا، واخا بالدقم، واخا حتى شي حاجه ما كاينه غير بالدقم. وعاد كيخرجوا كيقول لك الصينيال. شكون اللي طيح القناه؟ شكون اللي هلك القناه؟ من غير كذوبكم، الكذوب هو اللي كيهلك القناه، العناوين الكاذبه، كذوبكم، القول بدون فعل، المتتبع عاق وفاق. بحال البوطه مثلا، البوطه فين هي؟ علاه نعملوها في مختفون؟ انا شريت البوطه من بعد شفناها عندك نتيا في الدار، ما شفناهاش عند الام ديالك. بحال دابا عاوتاني انا ماشيه عند الوالدين، ماشيه عند يما، ما فين هي يماك؟ ما شفناكش اصلا مع يماك في الدار، اولا في الفيديو ديال اليوم كنتي معاها في الدار. شنو كتقولها غير من لا انا كنت مع يما، كنت مع من تحت الداليه، كنت مع الزيتونه، كنت حنا ما شفناكمش. هادشي هذا خصك تحطيه في الفيديو، ماشي غير تقوليه قولا بدون فعل. عاوتاني واحد الحاجه اخوتي العزاز، مي كانت ماشيه كانت كتقدم واحد السوق من واحد الحانوت، عفوا ماشي غير السوق يعني في السوق كاين ديك الحانوت، تقدات ومن دخلت لديك الحانوت كانت كتشارك معنا داك السباني ديال حياتي ومكتوبه فيهم امي الغاليه. قالت غادي تاخذ واحد الجويجات لمها لان السخانه وكذا وهكذا. من بعد شفتها كتعزل اسمع كتعجل المهم خليها كتعزل. اش كيقولوا هما؟ كيقولوا المكسي، كسيوات ديال الدار. قالت لي يماها من بعد ما اختارت ديك الكسوه، ديك الكسوه اللي لابسه اليوم في الفيديو، علاش ما لبستهاش يماها لابساها هي؟ انا ما فهم، انا ما بقيت فاهمه والو. اللي فهم شي حاجه يقولها لي. واش في نفس الفيديو ديال البارح اليوم باقي حتى ما نسيتي المتتبع داغيا الصدفه داغيا بركه من الاستحمار. ومن بعد كيخرجوا كيقول لك لا القناه طاحت، وانتم راه كتستحمروا المتتبعين. راه ما كاين لا صينيه لا حتى شي حاجه، نتوما اللي طيحتوا القناه بيدكم، ما طيحها حتى شي واحد. المهم خوتي العزاز غنقدم تحيه وانا معكم كما العاده. السلام عليكم حبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ كنتمنى نلقاكم هذا لا فيديو تمام الصحه والعافيه. خوتي العزاز لايكاتكم وتعليقاتكم الله يخطيكم يا اغلى واعز متابعين. واحد الشكر لخوتنا الجزائر، شكرا لكم من القلب، لان كتشاركوني في القناه، كتكتبوا لي التعاليق، كتشاركوا معايا الموضوع اللي كنكون انا كنهضر فيه، يعني كنجبر تعليقاتكم، كتشاركوا معايا يعني الحوار. شكرا لكم من القلب. وكذلك كنشكر خوتنا العرب فين، وخوتنا الجزائر، خوتنا العرب وخوتنا الجاليه فين ما كانوا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. شكرا لكم بزاف اخوتي العزاز، عطيونا تعاليقكم ولايكاتكم ويلا نكملوا لا فيديو نتاعنا. كما قلت لكم اخوتي العزاز، شي حاجه اللي ما تدخلش في العقل ومن بعد كيخرجوا وكيقول لك لا الصينيال، لا القناه طاحت، القناه تهرست، وراه كذوبكم، كذوب ديالكم
خرجتوا على قناتكم. سمعت اليوم اخوتي العزاز في عندها قالت عندي الريجيم وزغرتوا. وفينكم البنات وزغرتوا يا البنات واهلياتي وصحاباتي وحباباتي وزغرتوا البقبوقه عندي الريجيم وهنيئا مريئا. بعدا ايوا بعدا. ولكن دابا تينا الميساجات كتقرايهم معطله، ما فهمتش عاد كتوصلك الميساج كيوصل لك معطل، عاد كيوصل لك واش كونيكسيون عندك ثقيله ولا ما فهمتش. كيتوصل اخوتي العزاز الكونيكسيون عندها ثقيله بزاف. شحال حنا كنقولوا لك ديري الريجيم، شحال شتي كنتي كتسمع الاراء ديالنا كراك القناه ديالك ما طيحش ولا ما طيح، انا تكون ماشيه للقدام ماشيه، غتكون ماشيه فهمتوني. ولكن نتوما ما كتسمعوش. ولكن ها هي وصلت واخيرا قالت لها سيمانه غادي تكون صافي عنكون سانس. السيده ما كتعشاش وما خصكش تاكل الخبز. ما بقاتش ما تعشاش وما تاكلش الخبز، خصك ما تاكليش الحلاوه نهائيا، ما تاكليش الحلاوه وتنقصي من الملحه. حاولي ما تاكليش الملحه على الاقل. ما بقاتش في العشاء والخبز فهمتي. اما زال الخبز ديالكم راه نتوما راه صحي، راه نتينا عجناه بالخميره بلديه وعجناه بالزرع، يعني ما عندك مناش تخاف منه، خاف من الخبز الابيض. المهم على سلامتنا على سلامة الزغرتو يا البنات. المهم كذلك اخوتي العزاز غادي نهضر على الفيديو. دابا هما خدامين هي فيديو ودابا هما تقاسموا فهمتوني. هي مشات عندي ما وهو بقى في الدار وما تقاسموا. هي عاد بدات تحط في القناه اللي عندها هي وهو غيحط في القناه اللي عنده هو بقى مع ولده وهي مشات مع ولادها. المهم غيتقاسموا غيخدموا. بارك الله عطاك الخدمه مزيان مزيان. التعاون ماشي عيب ولا حرام، والخدمه على الراس ماشي عيب ولا حرام. وهاد الخدمه هذه راه دائما كنقول لكم هاد الناس هادو اللي كيشاركوا حياتهم في اليوتيوب راه خدمه. حنا ماشي ضدكم في شي حاجه، ولكن ضدكم في الاعمال ديالكم، ضدكم لانكم نتوما كتقولوا نتوما اللي طلعتوا القناه المليونيه وحرفت لكم في العنوان. ولكن بلاتي سقرتوا يا البنات. جبروا العنوان صافي، داروا العنوان. داك العنوان قال لك ما جبروش، مع دابا هما ما جبروش وخلاونا حتى هضرنا حنايا وهضروا المتتبعين. المهم ديك الساعه كجبروا العنوان وداروا العنوان للفيديو. ايوا المهم نرجع للموضوع ديالي. كما قلت لكم دابا هما خدامين هي فيديو هو فيديو هي فيديو هو فيديو. ولكن دابا الصدمه اللي تصدمت هو دابا مشى من الارض اللي تحت ودار فيها واحد بيسينه صغيره حوض نقولوا ولا ما نعرف. المهم قال لك باش يشربوا منها الحشرات ويشربوا منها القطوط والحيي، المهم الطيور. المهم فكره زوينه صراحه الله اللي كتسمى صدقه جاريه. اللي جا غادي يشرب منها مزيان. ولكن هذيك الارض راه ماشي ديالك، هذيك الارض ديال الورثه. ما من حقكش انت عادي تخبش. واش ما فهمتش انا بحال يحطوك في الصحراء وبقيتي ماشي يا كيدير. واش كتفتش على المشاكل؟ واش انا شفتك بحال اللي كتقلي السم الحاجه الحاج بحال كتفتش على المشاكل. هادشي اللي كيبان لي انا، لانك انت عاطينك واحد الموطع جلسي مؤقت، ما عندك حتى شي حاجه. بحال وحده خرجت قالت وهادو اللي قلتوا عليه كيزرع في المحابق، يعني الفلاح ديال المحبقات. ها هو خرج من المحابق الغله تبارك الله ما شاء الله. ولكن داكشي كامل غيبقى تما، داكشي كامل حتى حاجه ماشي ديالو، حاجه محابق وقولوا غيهزو معاه. ولكن داك الشجيرات وداكشي اللي دار واش هو مسانش واش رجعت فيه سلاله؟ ما فهمتش. راه الانسان خصو يدير داكشي يكون ديالو نتاعو. انا مثلا واحد الحاجه ماشي هي ديالي ما غاديش غادي نقي غادي نشطاب غادي نصباغ مادام الانسان ساكن. ولكن باش نزرع واش انا نبقى نغصب في الاشجار؟ واش نتوما على من كتضحكوا؟ وبنادم خصو ينقي دارو فين ساكن. قال لك المزوق من برا اش خبارك من الداخل؟ والداخل الدار كامله كتقشر، الدار كامله كتقشر فهمتوني. هاد الموميتو هما مي جاو داروا الشراجم وداروا البلافو. فين هي الصباغه؟ الانسان خصو يصبغ الدار، ينقي الركاين ديالو وينقي العفن ديالو الاوساخ ديالو وزيد الى اخره فهمتوني. راه هذيك القهوه هذيك لو كان نقاوها وخملوها ويحيدوا داك الباكاج اللي ما صلحش وهذه راه غادي تعطي واحد المنظر جمالي اكثر. ماشي حنا نخرجوا نزناقي. انا واش بغيت نوصلكم يعني هاد السيد خدام غير في الزنقه. علاش خدام في الزنقه؟ كيفتش على المشاكل، كيعجبو بنادم كيتلدد بحال نقول لكم كيتلدد
مي كيشوف بنادم كيلعب له على الاعصاب ديالو، هو ما قادرش يهضر. ماشي دابا هو عبد الخالق ولا محمد الازرق اولا حمد اولا هما غلبهم حمو ولا غلبهم بوشلاغه. كاين ناس اللي كتفادى المشاكل، كتفادى المشاكل، كتعمل عين ما شافت قلب ما وجع، اولا عين ما شافت ودنينا ما سمعت وصافي كتهنى. قال لك نعس الشماته ونصبح راجل، حسن ما يتسدوا عليه القضبان عاد يتنادم معاه الحال. وعاد من هادشي كامل الانسان كيقول حنا عائله وحده، وعاد من هادشي كامل هما كيعرفوه اي حاجه كيستغلوا كيخرجوها اليوتيوب، لا هو ولا عائلته. من بعد كيقول لك لا ماشي انا، هما اللي قالوا، لكن هما شكون اللي يدفعهم؟ نسابو شكون اللي يدفعهم؟ هو. اذا هنا كنشوف هاد السيد هذا كيتلذذ في العائله ملي كيشوفها معصبه، ملي كيشوف العائله باغا تهضر وما قاداش، هما ماشي ما قادينش، كيتفاداو المشاكل. لان الانسان بولادو، الانسان هاد الزمان كيكتفي المشاكل ديال ولادو بلقمه العطه ديال الخبز. يعني الانسان ولا بقى قابل محاكم، قابل ما عرفت شنو، راه ما غيخدم ما يرفد، يبقى متابع هادشي هذا. الانسان كيتفادى، يعني مخليينو دير اللي بغيتي، دير اللي بغيتي. هو مادام دير اللي بغيتي باقي دلع بزاف ديك الارض. لاحظتوا ولا ما لاحظتوش الارض كيفاش دالع فيها؟ دلع فات الحدود ديالو، ما بقاش يحدو حد الدار، حدو لحد ديك المحبقات، لا راه هو بغز بحال ديك الاخطبوط. فهمتوني؟ هادشي اللي كيدير حمو. ولكن هادشي اللي كدير ماشي في الاستطاعه ديالك. وما تنساش واحد النهار، ماشي في الاستطاعه، ماشي مزيان ليلك، فهمني شنو بغيت نقول. ولكن واحد النهار ما تنساش كنتي قلتي لنا ما نثيقوش في والدينا، والحاجه اللي عطاوها لكم خصو يعطيوها لكم بالكواغط. ومع دابا حنا سمعنا شي حاجه كيقول لك صافي راه عطيها لك. باش عطيها لك؟ لا، عنده حقه تما، هذيك راه رجع حقه. فهمتوني؟ بحال اللي دابا بحال نقولوا كيما عمل الحاج مع عالي، كتب له داك الارض وصافي وسالا. يعني بحال دابا نقولوا بوشلاغم عطاه داكشي وخلاه هو المستفيد. ولكن لا، الانسان خصو يخلي واحد الحد ديالو. وما تنساش كما قلت لك واحد النهار قلتي لنا انت اللي قلتي لنا ما نثيقوش، ماشي قلتي المتتبعين، يعني قلتي ما يثيق حتى شي واحد بوالديه الا كان داكشي وثائقي. وزيد ورينا الوثائق مادام نتوما كتقولوا اذا انت هو رجع عندك النصيب ديالك تما، من حقك تعمل اي حاجه قدام باب الدار. علاش حمو عفوا علاش حمد شحال هادي ما عمل حتى شي حته بحبقه وحده، حتى شجيره وحده ما عملها شي في داك الدرب حمد حتى حاجه. مازال عبد الخالق عمل قدام الباب ما مبغز. هذا سارح بحال داك الحيه اللي مشاو كتبيض جبر الحيه البيض الحيه مشاو كتبيض. وهيداك انت سبحان الله العظيم كتلعب هنا على تلذذ يعني كتبين العداوه ديالك والغليل اللي في قلبك تجاه عالي واتجاه العائله كامله الازرق، الحاجه والحاج وزيد مع الطريق. المهم هذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى يكون خفيف ظريف على قلوبكم. حتى هنا نقول لكم بسلامه عليكم لفيديو قادم ان شاء الله.